وجودك النهاردة معايا مش صدفة. عشان تستقبل طاقة التاروت النهاردة اعمل متابعة، مشاركة الفيديو، اتفاعل مع الفيديو، وتعالى اقولك الشخص اللي في بالك بيفكر فيك ازاي. التاروت بيقولك النهاردة ان الشخص اللي في بالك اللي انت حاطط شكله واسمه حاليا دلوقتي بيقولك ان الشخص دوت رغم ان هو بعيد عنك وانت حاسس ان العلاقة بينك وبين الشخص ده انتهت، لكن الشخص ده لسه بيفكر فيك ولسه عنده مشاعر ليك. الشخص ده هيرجع ليك خلال 3 عدات، يعني 3 ايام، 3 اسابيع، 3 شهور اقصى مدة. الشخص دوت هياخد موقف من حد تاني، وواضح ان هو هياخد موقف من الشريك او الشخصية التالتة اللي دخلت حياته. ممكن تكون الشخصية ديت او زوجة او شريكة دخلت حياته الفترة اللي فاتت ديت، لكن التاروت بيقولك ان الشخص ده هياخد موقف منها وهيرجع تاني ليكي بطاقة حب جديدة. استقبلي معايا طاقة حب من الشخص اللي انت حطيتيه دلوقتي في بالك وحسيتي ان الرسالة ديت موجهة ليه. التاروت كمان بيقولك نصيحة، الشخص ده لما يرجع ليكي بلاش طاقة العتاب الكتيرة معاه، لان الشخص ده لسه راجع وقلقان، خايف تكوني هترديله الألم او خايف تكوني هتعملي معاه نفس الموقف اللي هو عمله معاكي. حاولي ان انت ما تعاتبيش الشخص دوت اول ما يرجع، وخدي فرصة حب جديدة مع الشخص ده. التاروت كمان بيقولك ان الشخص ده بيتردد كتير، يعني ممكن بعد ما يرجع يفكر في الانسحاب تاني. ورق التاروت النهاردة اللي نزل ليكي عن الشخص اللي في بالك ان الشخص دوت بيتردد حتى في علاقة الحب او في العلاقة اللي بينك وبينه. كتير كان بيفكر في الانسحاب بس ما كانش بياخد قرار، بس انت اللي وصلتيه ان هو ينسحب من الطاقة بتاعتك بعد ضغط عتاب او مشاكل كتير، او ظنيتي فيه ظن او شكيتي فيه ووجهتي التهم كتير عليه. لان الشخص اللي قدامي دلوقتي ما انسحبش من الطاقة من غير سبب زي ما انت بتقولي، وللبعض منكم بيقول ان الشخص من غير سبب انسحب من الطاقة. الشخص دوت فكر كويس جدا، خد قرار الانسحاب بعد ما حصل بينكم مناقشة عن خيانة، عن وجود طرف ثالث، عن ظلم ليه وهو كان لسه ما كانش عنده طرف ثالث، عن شخصيته الضعيفة قدام اهله. ده للبعض خد اللي ينطبق عليه، لاني انا شايفة كمان هنا ان انت ندمتي عن حاجة عملتيها او كلام قلتيه للشخص دوت بعد ما العلاقة انتهت. حسيتي ان انت ممكن تكوني ظلمتيه شوية، او حسيتي ان كان ممكن تاخدي خطوة تانية ايجابية معاه، او تحاولي ما تبينيش قوي لحد ما تمسكي طرف الخيط. لكن للأسف ان انت عملتي عكس كده، وجهتي التهم او وجهتي الشك وقعدتي تدوري ورا الشريك او الحبيب لحد ما حسيتي ان هو في علاقة تانية او ما كنتيش مرتاحة في العلاقة، فوجهتي للشريك الاتهامات على طول. طيب التاروت النهاردة بيقولك حاولي لما الشريك يرجع معاكي النهاردة الكود روحاني معاكي عشان تستقبلي ان الرسالة دي، واتأكد ان انت شفتي الرسالة وتابعتيني. هتكتبي في الكومنتات استقبل طاقة 454، استقبل طاقة 454. الشريك هيرجع معاكي بعد 3 نقط او 3 عدات بالظبط. اقصى مدة بنتكلم فيها هي 3 شهور
اقرب مدة بنتكلم فيها من 3 ساعات ل3 ايام بعد ما تفعلي الكود الروحاني معايا وتعملي لي متابعة عشان تقولي لي ايه اللي حصل معاكي بعد كده.